اليوم ما بغيناش نديروا التهويل للمغاربه، ولكن وليدات المغاربه كيضيعوا يوما بعد يوم. كل نهار نداء ديال الاستغاثه. الطفله سندس عندها عامين ومن قدام دارهم غادي تختطف. واش نعيشوا في الخوف؟ لا. من بكري كانوا اختفاءات ديال الاطفال. كنامنش داكشي كيصحوا الشواذه والتخربيق هذا، ولكن كاين مازال كاين هذيك الممارسات ديال استخراج الكنوز واستعمال الاطفال. باش اختطف انت فين كنتي؟ واش تولديه ويولي ضحيه ديال شي مكبوت ولا ضحيه ديال شي مجرم ولا ممكن تسمع تصريح تقول له هذا واش بقيت تهضر؟ لا، راه بقيت تهضر يسمعوها امهات اخرين. وانا كنشوف التعليقات البارح فعلا ركبني الخوف وزعزعوني، لان الطريقه اللي تكتبوا بهم ماشي عاديه. عرفت ان اليوم في المغرب ما بقاش الخوف غير من الغلاء ولا من الخدمه ولا من المعيشه. كاين خوف جديد ولا كيسكن في كاع الاباء والامهات في قلوبهم، هو انهم يخرجوا ولدهم يلعب قدام باب الدار ولا يمشي للمدرسه وما يرجعش لهم. كلمه ديال اختفى واحد الطفل ولات كدور كل نهار. فيما تدخل لي ريزو سوسيو كتلقاها كل نهار خبر جديد، كل نهار صوره جديده، كل نهار نداء ديال الاستغاثه، وكل نهار عائله كتقول في بالها يمكن غدا ولدي يخرج ما يرجعش. ولكن باش نكونوا صرحاء مع راسنا، هاد التصاور ديال هاد الاطفال فعلا اختفاو، ولكن خصنا نفرقوا ما بين الاشاعه والحقيقه. والحقيقه حتى هي خصنا نفرقوا بين ان وليد تلف وضاع، ولا وليد تختطف، ولا وليد بسبب الاهمال مشى.